لما طلع محمد صلاح من كام سنه وقال ان سبب نجاحه في الكوره او في الحياه بشكل عام هي المينتاليتي، المصريين قبل العرب حطوه ماده للسخريه، ودلوقتي مع كل قرار محمد صلاح بياخده في مسيرته الكرويه الحاقدين بيصبحوا من المعجبين. الوقت اللي بكلمك فيه دلوقتي محمد صلاح هناك في ليفربول على طاولته عرض رسمي من الاتحاد، العرض ده لمده سنتين ب 180 مليون يورو، ده معناه ان السنه الواحده هياخد فيها 90 مليون، وده اللي بيعادل 3 اضعاف مرتبه الحالي في ليفربول. ولكن محمد صلاح وبكل ثقه بيقول لا، وبيوصل رساله عن طريق وكيل اعماله ان انا مكمل في ليفربول لحد نهايه عقد، وان انا ما جددتش عقد السنه اللي فاتت مع الليفر علشان السنه دي اقول لهم سلام. ظل الهجره الكبيره قوي من اللعيبه على الدوري السعودي، مروح اسماء كبيره قوي كلكم عارفينها، محمد صلاح بيقول لا. وخلينا نتكلم بمنطقيه شويه يا جدعان، محمد صلاح او اي لاعب كوره بيلعب في المستوى بتاعه لو قال لك خلاص انا مش عايز العب كوره تاني وهقعد في البيت مش هعمل حاجه، هيقعد طول حياته يصرف وهو عايش ملك. الفلوس اللي هو يروح ياخدها في السعوديه مش هتحسن مستوى معيشته، لان مستوى معيشته كده كده عظيم. في السعوديه هياخد فلوس اكتر، بس هيسيب حلمه في انجلترا، الحلم اللي بدأه من 11 سنه في بازل السويسري لما قرر يسيب حياته وبلده واهله ويطلع على سويسرا، ومن يومها كل المصريين بيدعموه وحاطين في زون ان محمد صلاح ما بيمثلش نفسه، انه مش لاعب عادي زيه زي اي لاعب، اسطوره العرب وفخرهم. ما تتخيلش في لحظه ان محمد صلاح ممكن يسيب كل ده. هنا ما بقولكش ان محمد صلاح مستحيل يروح السعوديه خالص، هو مستحيل يروح السعوديه دلوقتي، مستحيل يروح السعوديه هو في مستواه ده، ان محمد صلاح لما يقرر يروح الدوري السعودي بعد 3 سنين هيكون برضه افضل لاعب فيه. توفيق طبعا لاسطورتنا المصريه محمد صلاح، وان شاء الله يفضل رافع راسنا في العلالي باذن الله. مش هتغادر اوروبا غير وانت متوج بالبالون دور.